وللحديث أكثر في هذا الشأن في تطورات الشأن الكردي وتحديدا الإدارة الذاتية في سوريا، ينضم إلينا جيان بدرخان، قانوني بمركز ياسا للدراسات القانونية من ألمانيا. سيد جيان، أهلا بك معنا في آخر الأسبوع. سمعنا ما تفضلت به السيدة سينا محمد. أنت كيف ترى إلى أين تتجه الإدارة الذاتية في سوريا وما هو مستقبل هذه الكانتونات؟ طاب يومكم، شكرا لكم على استضافتنا. أهلا بك. بصراحة الإدارة الذاتية منذ تأسيسها حاولت تدير شؤون المواطنين داخل المنطقة الكردية في شمال سوريا، ولكن اللي صار انه تفرد حزب الPYD بهذه الإدارة، وطبعا عدم استطاعتهم التعاون مع الأحزاب الكردية الباقية أدى إلى الضرر بهذه الإدارة نوعا ما. صار هناك عدة محاولات لتوصل الطرفين إلى اتفاق معين للمشاركة في الإدارة، إدارة المناطق. نعم. بعدة محاولات طبعا، والمحاولة الأخيرة هي تأسيس المرجعية الكردية التي هي كانت خطوة مباركة جيدة. نعم. ولكن يجب العمل عليها لتطويرها بشكل أفضل مما هي عليه قبل بدءها طبعا. نعم، طبعا هناك الكثير من التساؤلات عن مستقبل الإدارة الذاتية ما بعد سقوط نظام الأسد. طرحنا هذا السؤال على السيدة سينا محمد، لنستمع السيدة جيان ماذا قالت وأعود إليك لتعلق. إذا مشروع الإدارة الذاتية المؤقتة بعد سقوط نظام الأسد، قالت سينا محمد نحن نبحث في سوريا عن تغيير ديمقراطي، والإدارة بشكل عام هي مكون لكل الأجزاء السورية وهي الأمل في إيجاد الحل في البلاد. نتابع. الإدارة الذاتية الديمقراطية في سوريا هي إدارة مكونة من جميع أجزاء، من جميع المكونات موجودة في سوريا، وخاصة في المناطق الكردية في روجافي كردستان. هذه الإدارة ليست إدارة كردية بحتة، إنما إدارة للسوريان والعرب والأشور والكرد وكل المكونات هناك. إذا سقط النظام السوري، وهذا نحن نأمل أن احنا أملنا ليس أن بإسقاط رأس الهرم، نحن نريد تحول ديمقراطي في سوريا، هذا ما نأمله، أن يكون هناك تحول ديمقراطيا في سوريا المستقبل. نحن سوريا بالنسبة لنا، سوريا احنا جزء أساسي من سوريا، سوريا تعددية ديمقراطية برلمانية، هذا ما نطمح له، والإدارة الذاتية تمثل هذا النظام الديمقراطي الذي نطمح له. لنا أمل أن يكون هذا النظام هو بذرة لتكون في كل أنحاء سوريا. إذن هل ستتحول الإدارة الذاتية المؤقتة إلى إدارة ذاتية دائمة بعد السقوط؟ الإدارة الذاتية الديمقراطية إدارة موجودة إلى الآن، ليست كما أقول مؤقتة، أنا أقول هي ستكون بذرة للتحول الديمقراطي في جميع أنحاء سوريا، هذا ما نأمل منه أن يكون. الحل في سوريا لن يكون إلا عن بهذا الأساس. نعم. إذا أعود إلى سيد جيان بدرخان، هل بالفعل الإدارة الذاتية كما ذكرت السيدة سينا محمد هي سوف تكون الحل ما بعد سقوط نظام الأسد، سوف تمثل الديمقراطية والتعددية في المناطق التي تجمع ما بين الأكراد والعرب؟ طبعا الآنسة سينا تطرح رؤية الحزب، حزب الاتحاد الديمقراطي، هاي رؤيتهم، ولكن الإجماع الحالي الموجود على نظام فيدرالي وليس على نظام إدارة ذاتية. فممكن الآنسة سينا تطرح هاي كرؤية حزب وليس كواقع. نعم. حاليا ما رأيك تمارس أنت؟ الإدارة الذاتية، طبعا حاليا تمارس الإدارة الذاتية في حكم ديفاكتو، الحكم أمر الواقع، وهذا في أوقات الحروب شيء طبيعي جدا للحفاظ على حياة المدنيين، خطوة جيدة. نعم. ولكن مستقبل سوريا سيتم تقريره طبعا بإرادة السوريين جميعا، وفي المناطق الكردية أو إقليم غربي كردستان سيقرر أبناء هذه المنطقة أي شكل من الإدارة سيقومون به، سواء تم الاتفاق، وهو المتمنى والذي يبغي إليه الكرد في سوريا، الاتفاق على نظام فيدرالي سوري، سوريا اتحادية. نعم. لتمتع جميع القوميات
المكونات السورية بحقوقها ضمن إدارة فيدرالية وليس فقط إدارة ذاتية. وطبعا فيدراليات المدن ممكن أن تنشأ لعدم السماح لسيطرة مجموعة معينة أو مدينة معينة على الشأن السوري، كما كان ذلك في نظام البعث الذي ظلم الجميع يعني بصراحة، وأدى وأثبت فشله، مما أدى إلى الثورة اللي صارت معنا والاقتتال الذي حصل في سوريا. نعم. ففرض الرأي طرف واحد هو دائما ولكن هذا الطرف يعني سيد جيان هو الأقوى على الأرض. طبعا أنا نوهت أنه بحكم الأمر الواقع يعني كيف سيكون تأثير ذلك على المستقبل عند سقوط النظام؟ عند سقوط النظام طبعا إذا توصلنا إلى الديمقراطية ما بعد النظام، وهو أمر ليس حتميا، يعني ممكن أن يسقط النظام وندخل في اقتتال أخوي سوري، ممكن ندخل في اقتتال قومي سوري، ممكن ندخل في عدة اقتتالات، ممكن يكون هناك أطراف قوية أخرى في سوريا ترفض التشاركية السورية في إدارة شؤون سوريا، ومما سيؤدي إلى اقتتال بين السوريين. يعني ممكن أن تبقى الحرب الأهلية ولو سقط النظام، إذا لم نتفق فيما بيننا على نظام يرضى عنه الجميع ويكسب الجميع من تطبيقه. فيعني لا يجوز لأي طرف مهما كان كردي أو عربي أو آشوري أو أي طرف آخر يفرض رؤية واحدة من طرف واحد. علينا الاتفاق أولا لإسقاط النظام، وثانيا للوصول إلى حلول بعد سقوط النظام لكي لا نقتتل مرة أخرى. سيد جيان، أنتم منذ فترة كمركز دراسات قانونية قمتم بإعداد صيغة لمشروع إدارة للمناطق الكردية. ما وجه الخلاف كان بين مشروعكم الذي بقي حبر على ورق ومشروع الإدارة الذاتية القائمة الآن على الأرض السورية في طبعا المناطق الكردية؟ طبعا المشروع الدستوري اللي احنا طالعناه في حال إذا وصلت سوريا إلى النظام الاتحادي، المنطقة الكردية ستكون ولاية في سوريا، ولاية سورية يعني، وحطينا ما هو النظام الذي يجب اتباعه لإدارة هذه الولاية. طبعا ركزنا على مسائل حقوق الإنسان، مسائل تشارك جميع الأحزاب في قيادة الولاية وإدارتها، على مسائل الديمقراطية حطينا ميكانيزم كيف يتم المحافظة على الديمقراطية والمحافظة على حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في الإقليم الكردي. يعني دستور متمدن متطور جدا، نتمنى أن يتم الرجوع إليه والاستفادة من المواد الموجودة ضمنه، وعدم فرض، يعني نحن شفنا بعدة مراحل العقد الاجتماعي لنا كثير انتقادات عليه، المرجعية اللي انحطت، يعني نقص الميكانيزم، نقص التركيز على مسائل حقوق الإنسان، التركيز على الديمقراطية في إدارة الشأن السوري أو الشأن الكردي في سوريا، سيؤدي إلى خلافات سواء كانت كردية أو كردية عربية أو إثنية سورية. الخلافات نحن جميعنا بغنى عنها حاليا ومستقبلا، فعلى الجميع التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف. نعم، أشكرك إذن على هذه المداخلة سيد جيان بدرخان، القانوني بمركز ياسر للاستشارات والدراسات القانونية، حدثنا من ألمانيا. شكرا جزيلا على وجودك معنا في آخر الأسبوع.